الاستاذ طارق زيدان اللي طالع يقول لك اول مره اشوف فريق بيتنازل عن هويته علشان خاطر بيتفائل وبيتشائم ومش عارف ايه، وكل ما بيلعب بالتيشيرت بتاعه بيتغلب انا غلبك في موسم 2023 2024 في الجوله العاشره 2-1، وانا كنت بلعب بالزي بتاعي الكامل عادي جدا. يعني فاكر ايام جوميز، فاكر الولا موتيابا، نزلت ساعتها انا كنت هزعلك جامد يعني، وكنت عادي يعني بالتيشيرت الابيض عادي مفيش اي حاجه. مش لازم اكون بالمنظر اللي هو بتاع التيشيرت الابيض والشورت الازرق، مش لازم على فكره. امال انا عندي ليه تيشيرتات بديله وعندي ليه طقم بديل؟ عشان اقعد ارقع بجد وابقى عامل زي اللي كان نازل ببنطلون وتيشيرت وراح على البحر فاجر مايوه. يعني مش ليه المنظر ده؟ الماتش مش على ارض الارض، الماتش بتاع الاهلي. لكن لا، ازاي عايزين نعلي الريتش؟ عايزين نتكلم نعلي الريتش، نخلي الاهلاويه يدخلوا يحفلوا على الزمالك ويلا نحفل على الزمالك. بس الاستاذ طارق مش هتلاقيه بيتكلم كوره، هتلاقيه بيتكلم على التيشيرتات.